ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جربت مطعم اسمه المستر. هو فتح فرع جديد في الحدائق، حدائق القبة، وكان عامل عروض يوم الافتتاح 30%. فقلت لازم استغل الفرصة واجيب من عنده واجربه. انا اول مرة هجربه، هو ليه كذا فرع. جبت من عنده ايه بقى؟ جبت من عنده شوفوا الاول الباكج بتاعه. الباكج بتاعه حلو قوي على فكرة. جايب مخلل، جايب الساندوتش في العلبه دي، بصوا مكتوب عليها المستر. الشنطه بتاعته برضو لذيذه. هنا جبت حلقات بصل، اللي هو الاونيون رينجز، انا بحبها عامه فجبتها من عنده اجربها كمقبلات. هو فيها بصوا 1 2 3 والرابعه مكسره، 3 سلام و4 حلقات، 3 منهم سلام والرابعه متكسره شويه، مش مشكله، المهم طعمها. بسم الله. بصل حقيقي مش بودر، وانا بحب كده قوي، بس هو المفروض يكون معاه صوص. هو تقريبا انا نسيت اقول له يحط صوص ايه، وهو ما حطش من نفسه يعني، فليه عندكم صوص يا جماعه؟ بس هو سامعين القرمشه سخنه حلو. انا اول مره اجربه، بس حلقات البصل حلوه بصراحه. وجبت من عنده ايه بقى؟ ده المهم، جبت من عنده برجر. هو بيعمل مكرونات وبيعمل بيتزات، بيعمل كذا حاجه، بس انا قلت ايه، لسه اول مره هجربه، فانا هجيب نوع مقبلات، وهجيب طبق يعني حاجه رئيسيه، بعد كده ان شاء الله نبقى نجرب الباقي. عجبني قوي. بصوا معلمين عليها، انا جايبه الفونجي برجر اللي هو بالمشروم، المفروض هما مسمينه فونجي، فهو بصوا معلمين عليه، مطاعم كتير ما بتعملش كده، فدي برضو بدايه كويسه. نفتح بقى، بسم الله. بصوا ساندوتش ما شاء الله كبير، بصوا على قد ايه يا جماعه، بصوا جنب وشي، ومعاه بطاطس، ريحته حلوه. بسم الله. بصوا بصوا العيش يا جماعه، العيش حلو قوي، بصوا طازه، العيش جودته حلوه جدا. بصوا الساندوتش حجمه قد ايه، بصوا جنب راسي كبير. المهم الطعم، بصوا انا هفتحه لكم من جوه. هو في الصوص اهو، ده تقريبا مايونيز، وفي كابوتشا وشرايح طماطم، وفي بصل من تحت، وفي هو المفروض البرجر ده محشي جبنه، وفي المفروض صوص. فين المشروم؟ لا كده هزعل، كده هزعل قوي، نسي يحط مشروم. وبعدين طيب انا هخلص وبعدين هكلمهم، اكيد هقول لهم ان هو اكيد غلطه، لان المطعم النهارده بيفتحوا الفرع ده جديد. هو حتى اعتذر لي، قال لي معلش اتاخرنا عشان الافتتاح وكده، فانا هعذرهم بس للسبب ده، بس هكلمهم برضو اعرفهم. فتعالوا ندوق ونشوف. بسم الله. بسم الله. الصوص طعمه حلو، البرجرية نفسها مش مستوية زيادة عن اللزوم، سواها حلو، طعم الشوي باين فيها قوي. والعيش بصوا يا جماعه محمصينه من جوه، حلو قوي. ساندوتش بوجه عام حلو جدا.
تعالوا ندوق بقى البطاطس. بس حلوه عليها توابل بتاعت البطاطس، ف هي حلوه. تعالوا نجرب بقى المخلل عشان بقى جربنا كل حاجه. المخلل حلو عليه حبه البركه. ينقص الساندوتش المشروم، انا بحب البرجر لازم بمشروم بصراحه، فانا هتواصل معاهم عشان الموضوع ده. بس هو بوجه عام بصراحه ساندوتش حلو ويستاهل التجربه. الساندوتش ده ب130 135، وحلقات البصل عامله 35 جنيه. حلوه قوي، تجربه حلوه، هكررها تاني. بس هبقى اكد عليهم على الصوص وعلى صوص المشروم، عشان انتوا كده اي حاجه فيها صوصات مش جايبينها لي وانا زعلت. يلا باي باي يا جماعه. انا بالفعل تواصلت مع الاداره محترمه جدا جدا جدا، وناس راقيه جدا في تعاملهم. انا حتى قلت لهم انا مقدره ان ده الافتتاح، قالوا لي لا حضرتك ولا افتتاح ولا غير افتتاح، اللي يرضيكي نعمله دلوقتي حالا. بعتوا لي اوردر تاني جديد، جايبين لي 2 مخلل وجايبين لي ساندوتش جديد خالص بطاطس، يعني كاني بطلب الاوردر من جديد. تعالوا اوريكم بقى المشروم اللي فيه. ايوه بقى، ده كمان ده مش جايبين لي مشروم بس، بصوا ده تعويضا. بصوا حاطين فيه اونيون رينجز، حاطين فيه مشروم شايفين، وبيكون. بصوا قطعتين اونيون رينجز، وده المشروم، شرايح المشروم، وفي شريحة كبيرة بيكون، والحاجات اللي تحت هي بصراحة ناس ذوق جدا جدا جدا. وده من الاماكن اللي انا قلت من الاول لما جربته ان هو فعلا الاكل جودته كويسة قوي. كان ناقص بس الحاجات اللي اتنست دي، وهم انتوا شفتوا بنفسكم اهو. انا قلت اعرفكم برضو هم عوضوا ازاي. استنى هدوق. الساندوتش طعمه حلو جدا، والبيكون اللي فيه حلو قوي. حلو قوي، والمشروم كمان فريش مش معلب. بصوا المشروم فريش مش معلب، وده طبعا بيخلي طعمه احلى بكتير. فطبعا انا بشكرهم للاهتمام، وانتم من الاماكن المميزه اللي انا هتعامل معاها تاني. ماشي باي باي.